يا عيني يا حبيبي، هو رجع ينقط تاني. ألف مبروك لغزل المحلة، وأسست عالمي النهاردة من محمود بنتايج لمهاجم غزل المحلة. عمالين يشكروا في بنتايج، يشكروا في بنتايج، يشكروا في بنتايج، رغم إنه سبب الهزيمة الماتش اللي فات وسبب التعادل النهاردة بعد أسست عالمي 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 للاعب غزل المحلة أو مهاجم غزل المحلة. بنتايج النهارده مش شايف وبيعمل اسيست على طريقه محمود علاء في نهائي القرن. مش بس كده، محمد معروف النهارده حاول يخرج الماتش على لعيبه المحله، ولكن ربنا اكبر من كل شيء. في لعبتين كده، واحده جريندو اخد فيها انذار في الشوط الاول برغم تدخل عادي جدا، يعني حط رجله خلاص اخدت الانذار تمام. نفس اللعبه بل اكثرهم خطوره من عمرو ناصر والحكم ما ادالوش انذار للاعب الزمالك. وهنا الفرق بين التيشيرت اللبني والتيشيرت الابيض اللي بيحصل دايما لما محمد معروف هو اللي بيحكم. دايما محمد معروف بيحاول يحجم الفرق اللي قصاد الزمالك. الراجل كان نفسه يحسب جول لنادي الزمالك رغم ان الكوره دي حصل فيها كل موبقات، حرفيا حصل فيها كل موبقات. الكوره طلعت بره وشيكو بنزا حطها بايده والراجل قاعد يراجعها في الفار ربع ساعه. متخيل اللي هو طب يا جماعه شوفوا اي حاجه، اي حاجه، عايزين ننقذ نادي الزمالك عشان عمال ينقط الحنفيه نحط له جلده. ايه يابا، الف مبروك لمحمود بنتايج والف مبروك لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. احلى نقطه عليكم من رجاله المحله. سلام.